يلا كده نعمل احلى سمبوسه مع بعض. هي سمبوسه ولا سمبوسك؟ انا بعملها بالجبنه، حاجه كده سهله وسريعه وطريقه لفها سهل كمان. بحب اعمل لفه او لفتين لو عندي وقت فاضي، وبشيلها في الفريزر بطلعها في اي وقت، بتبقى سهله جدا. انا الحشوه المفضله بالنسبه لي حشوه ميكس الجبن دي، بتبقى خطيره وبالفراخ حلوه قوي، يعني احلى من ام لحمه. اللي بالفراخ اللي بنعملها بطريقه الشاورما، واللي بالجبن الاتنين احلى من بعض. بحسهم بصراحة أحلى من أم لحمة. قوليلي انتي بتحبيها محشية ايه، وبتحبيها بأنهي طعم؟ لونها بيبقى حلو قوي كده وجميلة بصراحة. أنا في الحشوة أم جبن دي بحب استخدم لها شوية كده من الفلفل الألوان، بتخلي طعمها حلو كده برضو مع الجبن بصراحة. ولو عندك طبعا نعناع بستخدم لها. انا استخدمت هنا علب جبنه، اللي هي الجبنه العلب بطعم الجبنه الرومي، ما كانتش حادقه خالص. وهستخدم بقى شويه ميكس كده من الجبنه الرومي على الجبنه الموتزاريلا، واي نوع جبنه تفضلي. انا هنا ما حطيتش زيتون، بحط لها زيتون بس كانت الجبنه بتاعتي مش فيتا وكنت حاطه جبنه رومي وكده، فما حطيتش زيتون. لما بحط جبنه فيتا عادي، وبحط فلفل الوان، وبحط جبنه موتزاريلا، ممكن احط زيتون. وبقى عودين كده من البقدونس والكزبره من الورق بتاعهم، عايزه اقول لك بيودي طعمها في حته تاني. ويا بقى لو معاهم ورقتين كمان من النعناع، الخلطه دي بتبقى حلوه قوي. ممكن نحشيها طبعا بالطريقه دي كده على ايدينا، بس هنا الكاميرا فصلت. وممكن تحشيها على طبق، وبتبقى سهله جدا وسريعه. بثبت كده قطعه السمبوسه، وببتدي الفها كده زي ما انت شايفه مثلثات، وكل لفه على التانيه لحد ما تقفل على الحشوه بتاعتها. انا ما بعملش اي معجون اقفل بيه، وبحشيها كده منها في نفسها. الحته الزياده بدخلها في التجويف بتاع السمبوسه. يعني الفيديو شارح نفسه عن الوصف يعني. عايزه تعملي لها المعجون بتاعها معلقه دقيق على معلقتين ميه لحد ما يبقى معجون، وتثبتي بيه، مفيش اي مشكله خالص. وبس. وبعمل بقى الكميه كلها بالطريقه دي. طبعا الفلفل الالوان مع الجبن وكده فبيرمي معاكي كميه، بيخليكي تعملي كميه كبيره. ولما بعملها بالشاورما برضو بحط على الشاورما بتاعتها زي الفاهيتا كده فلفل الوان، برضو بيكتر الكميه. ومن صدر فرخه واحد ممكن اعمل سمبوسك كتير. انا بشيلها طبعا بعد ما بعملها كده، ممكن ترصيها بقى بس بعيده عن بعض طبعا شويه في الفريزر لمده ساعه، وبعدين ببتدي احطها في اكياس عادي او في اطباق على حسب الكميه اللي انا عايزاها. طبعا دي كميه كبيره علينا. ببتدي بقى احط الزيت على النار يسخن، نغطيها طبعا باي كيس او باي حاجه عشان ما تنشفش منك. واول ما الزيت يسخن مش قوي يعني، بصي وانا بحط السمبوسك ما كانتش عامله قوي، ببتدي انزل بالسمبوسه. درجه حراره النار متوسطه، هي مش تاخد دقيقتين على كل جهه يعني، هي مش هتكمل كلها على بعضها 4 دقايق في النار. والجبنه تسيح بقى وتبقى جميله يعني. في واحده كده هتلاقوني نسيتها، دي اللي اخدت لون اكتر واحده فيهم. وابتدي بقى اطلعهم كده زي ما انت شايفه، تطلعيهم على مصفى او على مناديل تصفي الزيت اللي فيها، طبعا على مصفى احسن، بتحتفظ كده بقرمشتها وبتبقى خطيره. مش قادره اقول لكم طعم الجبن عامل فيها ازاي، وطعمها حلو جدا وسهله وحلوه قوي بقى كده كمقبلات جنب اي اكل، بجد تجنن. جربوها، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبك. ولو بتشوف الفيديو لحد دلوقتي، شكرا انك بتشوف الفيديو للاخر. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه، تقدمي الطبق الجميل دوت، وبالف هنا وشفا الكل اللي هيجربها. جبنه الموتزاريلا بصراحه كانت عامله شغل عالي فيها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.